جايلكوا النهاردة بمجموعة من العبايات والملاحف الترند. طبعا الستايلات الجديدة لأول مرة تشوفوها على اليوتيوب. بصراحة حاجة كده قمة في الشياكة والأناقة والروعة. عندك مناسبة ومحتارة تلبسي فيها ايه؟ كمان للناس اللي عندها الوزن زايد، يعني الملاحف دي بتلبس لحد 130 كيلو. كمان ألواناتها جميلة جدا، والستايل جديد ترند، يعني لسه نازلة ومتاحة وموجودة في السوق. ألوانات مختلفة وجميلة جدا وشيك جدا، وكمان بتنفع لو انت عندك مناسبة أو خروجة، بتكون ممتازة. كمان بتلبس جميع الأوزان، يعني لو انت وزنك نحيف بتلبسيها بتاخد وضع الجسم. بصراحة ممتازة جدا. أتمنى لو أول مرة تزوروني في قناتي حط لايك للفيديو واشتراك للقناة علشان توصل لكم كل الإشعارات الجديدة. الملحفة البليسيه الترند طبعا تحفة جدا وروعة، وكمان كل البنات بتحب تلبسها، وكمان واسعة وبتكون برحة وشيك جدا في اللبس. وكمان ألواناتها جميلة جدا وشيك جدا، وكمان بتنفع لو انت عندك مناسبة أو خروجة، وخاصة للناس اللي الأوزان عندهم بتكون عالية، يعني لحد من تلبيس 130 كيلو بتكون موجودة في السوق بإذن الله. روعة جدا زي ما انتم شايفين، ألوانها تحفة. الملحفة البليسيه دي جميلة جدا. مجموعة ملاحف وكمان مجموعة عبايات بتنفع لكل المناسبات وكل الخروجات، ممتازة جدا جدا زي ما انتم كده حبايب قلبي شايفين. كمان الملحفة السمرة دي تحفة جدا، وكمان جميلة جدا جدا، ودي بتلبس بنات وكمان أمهات. بصراحة ممتازة جدا جدا وذوقها راقي وفي منتهى الشياكة والروعة. كمان العبايات الروعة الخليجي دي حاجة تحفة جدا. عندك مناسبة، عندك خروجة، عاوزة تلبسي حاجة مختلفة وتكون ترند، العبايات الترند طبعا روعة جدا جدا. الخامة كمان بتاعتها ممتازة، وكمان الستايل بتاعها هادي وشيك جدا، والشغل بتاعها سيمبل وبسيط، بحاجة كده قمة في الشياكة والروعة. وكمان الخامة عالية جدا، وأسعارها جميلة جدا ما شاء الله ممتازة. من أشيك العبايات اللي ممكن تلبسيها لو انت عندك مناسبة. طبعا العبايات دي كلها ترند وجديدة ولسه نازلة ما شاء الله، وأسعارها جميلة جدا. طبعا كمان متوفر منها ألوان كتير، منها البيج، وكمان منها اللون الكافيه، وكمان منها اللون الأسمر، تحفة جدا جدا. مجموعة عبايات شيك وممتازة، وكمان مقاساتها ممتازة جدا، بتلبس الأوزان الصغيرة وكمان الأوزان الكبيرة لحد 130 كيلو. ممكن تلاقوا مقاسكم من العبايات دي، وزي ما قلت لكم خامتها ممتازة جدا جدا، وكمان ألواناتها متوفرة في السوق. تعالوا نشوف مع بعض كمان مجموعة من العبايات الشيك جدا، طبعا جميلة جدا. وزين بالعبايات دي للبنات ممتازة، وكمان الملاحف بتلبس الأوزان العالية والأوزان الصغيرة زي ما أنا قلت لكم. بصراحة كده حاجة قمة في الشياكة والروعة، تحفة جدا. ألوانتها جميلة جدا، متاحة وترند وموجودة في السوق ما شاء الله، متوفر منها جميع الألوان. تعالوا نشوف مع بعض الستايل ده جميل جدا. العباية القطعتين دي شغل هاند ميد تحفة جدا. كمان للبنات اللي بتحب الشغل السيمبل البسيط، دي بتكون ممتازة، بتنفع جدا جدا لو انت عندك مناسبة كمان او عندك خروجة. شغل هاند ميد، عباية قطعتين ستان، حاجة كده شيك جدا، هتخليكي ملكة وبرنسيس في نفسك.
بصراحة كده قمة في الشياكة والأناقة والروعة. كمان الشغل الأسمر منها بيكون ممتاز جدا، ومنها في شغل ألوان، بس الأسمر بيكون ذوق عالي جدا. شغل هاند ميد يدوي، عباية ستان قطعتين ممتازة جدا جدا. تعالوا نشوف مع بعض الستايل الجميل دوت. عباية ستان قطعة واحدة شيك جدا، كمان ممتازة جدا، خامتها روعة. بتنفع كمان للبنات الصغيرين، ممتازة جدا، وبتنفع للمناسبات، والشغل بتاعها بسيط كده وهادي وسيمبل، وحاجة كده قمة في الشياكة والروعة. الأسمر منها بيكون ممتاز جدا جدا. أتمنى تشيروا الفيديو لأصدقائكم علشان يشكروكم عليه. لو انتم عجبكم ستايل من الستايلات دي ممكن تاخدوه سكرين، لأن طبعا محل العبايات بيكون فيه مجموعة كبيرة جدا من العبايات، وبتبدأي تدوري على حاجة انت عاوزاها مش بتعرفي توصلي لها بكل سهولة. لو خدت سكرين بتقدري توريها لصاحب المحل بيطلعها لك بكل سهولة. بس الستايل ده شيك جدا وجميل جدا. عباية ستان قطعة واحدة، حاجة كده قمة في الشياكة والروعة. بتنفع لو عندك مناسبة أو خروجة، بيكون شغلها هادي كده وسيمبل وبسيط وممتاز جدا. تعالوا نشوف مع بعض الستايل اللي بعده. بصراحة كوليكشن من العبايات الخارجي، وكمان الملاحف البليسيه والملاحف القطعتين كده تحفة جدا، تلبسوا روعة. عبايات المناسبات، وكمان حاجة كده قمة في الشياكة والأناقة والروعة. لو انت بتحبي تجددي، او لو انت مهتمية بشياكتك، اتمنى تتابعي قناتي واكيد هتستفيدي منها. حط لايك للفيديو واشتراك للقناة، كمان فعلوا الجرس على الكل. قولولي من اي بلد بتتابعوني علشان دوت بيساعدني جدا جدا. مجموعة روعة جدا من الملاحف والعبايات الخليجي، وكمان العبايات البليسيه تحفة جدا وشيك جدا، وحاجة كده ذوقها عالي وروعة ممتازة جدا. الملحفة دي تحفة جدا، شغلها أسمر كده، بس هي كده قمة في الشياكة والأناقة والروعة، هتخليكي ملكة.